يا صباح الخيرات، العوض لكل ما هو مفيد. اشتركي ولايك وتعليق حلو منك وشير لأصحابك. أنا في قناتي بقول بنعالج التوتر، أو إني هسعد نفسي بعيد عن إني هاكل أكل زيادة عن طاقتي. الاهتمامات أو الهوايات بتوجه، آه، يعني بتستنفذ طاقتك كلها، وبتوجهك انك تعملي حاجات كويسة. يعني حتى لو انت ابتديتي باهتمام بسيط بتلاقي نفسك بتعملي حاجات كلها كويسة، كلها طاقة إيجابية. الصبار ده من أبسط النباتات، ما بيحتاجش تسميد. كل الكمية اللي عندي دي عملتها من فرع واحد. ميزة الصبار ان الفروع الصغيرة بتقع جنب ده فرع صغير وده الفرع الكبير اهو، انا لسه قصة منه. الفرع الصغير اهو وقع في التربة فبينغرس لوحده، ما بيحتاجش مجهود وبيكبر بدون تسميد زي ما قلت لكم، انك بتسقيه بس. طبعا الالوفيرا او جل الصبار ليه فوائد كتير جدا. انا قصيت كميه كبيره، عملت مسبحه النهارده اهو زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله هعمل لكم سلسله ازاي نستفيد من جل الصبار، بان احنا ممكن ناكله او ممكن نعمله عصير. واهم حاجه ان احنا نعمله منتجات للعنايه بالبشره والشعر. فتابعوني ان شاء الله. السلام عليكم.